صالح لمدة سنة بضمان التجربة. ايه هو البتنجان المخلل؟ عملته مع حضراتكم على القناة قبل كده، والحقيقة عجب ناس كتير وهنعمله تاني. بحفظه في علب في الفريزر، كل ما تخلص علبة نطلع العلبة التانية، وبيقعد معايا سنة. هسمي الله وصلي على حضرة النبي، وهفرج حضرتك العلبة اللي موجودة عندي من السنة اللي فاتت. دي اخر علبة من اللي انا خللته السنة اللي فاتت، مطلعاها من الفريزر عشان نستخدمها. وزي ما حضرتك شايفة كده ببقى مغطية بكيس بلاستيك. طبعا البتنجان هنا لسه جامد، بصي حضرتك متماسك جدا، والفلفل كمان في منتهى الجمال، لا لونه غير ولا اي حاجة. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض كمية اخرى من البتنجان اللي انا بشيله من السنة للسنة. بنقي طبعا ثمر البتنجان صحيح ولامع بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده، وما تتوقفيش اي بتنجان، يعني اي حجم ما فيش مشكله. انا اللي بيجي لي بخلله، انا بحبه صغير كده ومتختخ شويه، بس ان كانت كبيره شويه او طويله شويه بقسمها اتنين. طبعا والفلفل الحار ده سيد الموقف، كل علبه من البتنجان بحط عليها كده كم واحده فلفل حار للي بيحب ده. نشوف ايه هي بقى خطوات العمل، يلا مع بعض. شطفت البتنجان بتاعي وحطيته كده في بولة زي ما حضرتك شايفة، وهبدأ أتخلص من الأعناق بتاعة البتنجان دي. زي ما حضرتك شايفة كده هحوش العنق الأخضر ده. كل واحدة هحوش العنق بتاعها، هعمل لها فتحة صغيرة فيها بالسكينة زي ما حضرتك شايفة كده، عشان لو عملتهم كلهم وقعدت أعمل هنسى ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش. يبقى كل واحدة بنحوش العنق بتاعها أعملها بالسكينة. أكمل وارجع لحضرتك. الكلام اللي عملته في البتنجان هعمله في الفلفل، اللي هي الفتحة الصغيرة دي، وده سببه ان لا البتنجان ولا الفلفل ينفجر في الزيت وهو بيتقلي. هخلص كل الكمية وارجع لحضرتك. خلصت كمية الفلفل والبتنجان، ودلوقتي هعمل التتبيلة اللي بتبل بيها البتنجان المخلل بتاعي واللي بيقعد سنة. ده فلفل اخضر انا فرماه، وده فلفل احمر. بتحبي بقى تحطي مثلا واحدتين حار، او ما بتحبيش براحتك. ده فلفل احمر بارد، وده فلفل اخضر بارد، وانا حاطه عليه كام كده واحدة فلفل حار، وده توم من اللي احنا مفرزينه مع بعض. كل الحاجات دي انا بخلطها على بعضيها. التوابل اللي عندي بتبقى ملح وكزبره ناشفه وكمون ناشف وبابريكا لانها بتدي لون حلو. هحط هنا الفلفل المطحون الاحمر، ممكن حضرتك تضربيه في الكبه، يعني اي كميه فلفل احمر عندك تضربيها في الكبه. طب ما فيش فلفل احمر، الفلفل الاخضر يكفي. ما فيش فلفل اخضر، الفلفل الاحمر يكفي. انا بعمل كده ميكس بين الاتنين عشان كل واحد فيهم بيدي طعم. احط كده برضو التوم، وابدا امزج بقى الحاجات دي مع بعضيها بعد ما احط التوابل بتاعتنا. ايه التوابل؟ زي ما قلت لحضرتك، ملح وقليل من السكر، وما تخافيش بيدي طعم جميل للبتنجان المخلل بتاعنا، وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا. هي دي كل توابلنا. اخر حاجة هحطها البابريكا زي ما حضرتك شايفة كده، بتدي لون جميل. وهبدأ امزج الحاجات دي كلها في بعضيها، اخلطها ببعض كويس قوي، الاخضر والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر والثوم، وما اقلب فيهم التوابل زي ما حضرتك شايفه كده. وهضيف لهم يعني فنجان خل او كوبايه صغيره خل، واقلب بقى كل ده في بعضه، واسيب بقى التتبيله دي كده يعني تتبل في بعضيها، ونروح بقى عشان نقلي البتنجان على البوتاجاز. حطيت طاسه على النار وهحط فيها زيت. طبعا هحط الزيت الكفايه اللي يكفي كميه البتنجان اللي اقليها، لا نزود ولا ننقص عشان البتنجان ما يشدش مني. دي كميه الزيت اللي انا شايفاها مناسبه. هسيبها تسخن وبعدين هنزل فيها البتنجان وهرصه في الزيت جنب بعضيه. وان شاء الله الفتحه اللي انا عاملاها في البتنجان مش هتخلي البتنجان ينفجر ولا حاجه، لكن مع ذلك هغطي برضو عشان الزيت بيطرطش ما يبهدلش البوتاجاز والحاجه اللي حواليه. جهزت صينيه وحطيت عليها مناديل مطبخ عشان لما البتنجان يستوي اطلعه على مناديل المطبخ يمتص اي زيوت زياده. لما اهو شوفي حضرتك بصيت عليه لسه، هرجع له لما احس انه استوى. كده البتنجان بتاعي شوفي حضرتك خلاص شكله اتغير وطري، ما استناش عليه كتير. انا مش عايزاه يعني مستوي قوي قوي ودايب، لا، هطلعه على طول. واللي يعرفك انه استوى الفتحة اللي انت عاملاها في البتنجان.
لو لقيت اول ما تتفتح كده وقلب البتنجان الابيض يبان، يبقى البتنجان استوى. هحط الكمية التانية وهكمل بقى انا مع نفسي قلية البتنجان، ولما اخلص البتنجان كله هرجع لحضرتك. خلصت كمية البتنجان بتاعتي كلها زي ما هوريها لحضرتك كده اهي. ودلوقتي الزيت بتاعي سخن، هجيب الخلطة اللي انا عملتها او التتبيلة اللي انا عملتها واحط عليها شوية من الزيت الساخن ده، عشان دي بتبقى بالنسبة لها كأنها عملية حفظ، بتحافظ لي او بتطول عمرها شوية، لان خلي بالك كل الحاجات اللي انا حطاها نية. هبص شوفي الزيت نازل يغلي ازاي عليها، بصي يا دوبك، شايفة تاني اهو. هتلاقي ايه الزيت، واقلبه بقى في التتبيله دي شويه زيت اللي هو السخن اللي بيغلي ده، واحطه على التتبيله بتاعتي. وبصي حضرتك هي يا دوبك كده شلتها من على النار ورجعت الزيت تاني. طب ليه رجعت الزيت تاني؟ عشان هحط فيه الفلفل الحار بتاعي زي ما حضرتك شايفه كده. هو انا هقليه؟ لا مش هقليه، يا دوبك هكمل بقيت حط الفلفل وهروح طافيه النار على طول ومغطياه. سخونة الزيت بتبقى كفاية قوي انها تسوي الفلفل او تديله لون، لكن انا لا عايزة قوامه يتغير ولا عايزة لونه يغمق، فعشان كده بطفي النار على طول وبغطي. مجرد دقيقتين وبرفع الفلفل بتاعي من الزيت زي ما حضرتك شايفة كده، كأنه ما تأثرش، بس هو بيبقى دخله السوا لأنه هو طبعا رقيق، يعني منتج رقيق فبيتأثر على طول بالسخونة. بصي حضرتك اهو طلعته كله من الزيت، وهنروح بقى عشان نخلل البتنجان بتاعنا. سبت البتنجان بتاعي لما برد خالص، والتتبيلة كمان بردت من الزيت الساخن اللي كنت حطاه عليها، وهبدأ بقى أحشي البتنجان وأخلله. بصي حضرتك بفتح البتنجانة كده، بصي بسم الله ما شاء الله، بدور على الفتحة اللي أنا كنت عاملاها وهحط فيها، شايفة اهو كده بالمعلقة بقى بإيدك زي ما انت عايزة، المهم ايه تحط لها الكمية الكفاية. اهو هفتح تاني، شوفي بدور على الفتحة اللي أنا كنت عاملاها عشان ما افتحش فتحتين في البتنجانة وتتبهدل مني. بصي قلبها أبيض زي قلبكم ازاي، بصي جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك شايفة كده، بسم الله ما شاء الله، قلب ابيض زي اللبن. يا رب قلوبنا كلها تبقى كده، شايفه حضرتك ان شاء الله. هكمل بقى حشو البتنجان كله، بصي بصي الجمال، وتحسي كده انها البتنجانه متماسكه ما اتهرتش في الزيت زي ما قلت لك، خلي بالك. نعمل كمان واحده وبعدين اكمل انا بقى حشو البتنجان كله. بصي حضرتك بعد كده بقى هسيب المعلقة وهحشي بإيديا، لأن الحشو بإيديا بيبقى أسرع. خلص البتنجان وارجع أقولك هنعمل إيه في الفلفل. خلصت كمية البتنجان ودي التتبيلة اللي اتبقت، بروح بقى إيه منزلة فيها شوية الفلفل الحار اللي أنا قليتهم، وبقلب بقى كده بالمعلقة بإيديا، بقلب شوية الفلفل في باقي التتبيلة. وطبعا دي كمية البتنجان اللي أنا خللتها كلها، بصي كده. وابقي تأكدي انك حاطه كمية ملح كفاية بحيث البتنجان بتاعك يبقى حايق وطعمه حلو. شايفة بقلب بقى الفلفل زي ما انتي شايفة كده. عايزة هقولك في كل مرة ان الحاجة محافظة على قوامها وعلى شخصيتها، سواء الفلفل سواء البتنجان. بصي يعني ما تهراش ولا خماء ولا اي حاجة. المقطقط الصغنن ده كمان اهو بالشكل ده. هجيب بقى العلب وابدأ اوزع فيها البتنجان. جبت العلب دي، وطبعا بتتباع في كل مكان عند اللي بيبيعوا المستلزم الاطباق الفوم والكلام ده، وهبدا اوزع فيها البتنجان بالشكل اللي حضرتك شايفاه بقى، بالطول بالعرض زي ما انت عايزه. تحطي في العلبه الكميه الكافيه وطبقا لتوزيعات حضرتك، لان انا طبعا هوزع كميه البتنجان والفلفل في علب لانها هحفظها في الفريزر. بعد ما بخلص رص البتنجان بجيب ليمون واعصره على البتنجان بتاعي، اي كمية ليمون تحبيها، هو بيحب الليمون، ليمونتين 3 زي ما انت عايزة. كمان بقطع شرايح ليمون وبضيفها على العلبة، يعني بخليها تتخلل الشرايح زي كده، بخليها تتخلل علبة البتنجان بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. وبعد كده ببدأ احط
عدد من قرون الفلفل الحار اللي انا حمرتها اهو كده. العدد يعني اللي حضرتك شايفاه مناسب، وبتبقى دي العلبة. هبدأ في رص العلبة التانية وباقي العلب، وبعدين ارجع لحضرتك. في كل مرة بعد ما اخلص رص البتنجان اعصر عليه ليمون، واحط عليه شرايح ليمون، وبعدين احط عليه بعض من الفلفل الحار ده اللي احنا قالينه، ارجع لك بقى افرجها. خلصت كده رص علب البتنجان بتاعتي، وبحط فوق يعني برش فوق كل علبة كده قليل من الملح. ده زيادة تأكيد، يعني مش عايزة تعملي الحكاية دي بلاش. إذا كنت متأكدة إن ملحك تمام مش هتزوديه خلاص، لكن أنا بحب أحط رشة خفيفة كده من الملح على العلبة، وكمان بغطيها بكيس بلاستيك بحطه على وش العلبة قبل ما اقفلها. كله زيادة تأكيد ان التلج يعني ما يسربش للعلبة ويعمل كريستالات. واقفلها زي ما حضرتك شايفة كده. هبدأ اقفل العلب بتاعتي. عايزة دلوقتي حضرتك يعني تعقدي مقارنة بين اللي بقاله سنة واللي انا عاملاه دلوقتي. طبعا ده اللي انا بطلع منه ده هو اللي بقاله سنة، وده اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. البتنجانتين الاتنين او البتنجان اللي بقاله سنة اهو، وده اللي انا عاملاه دلوقتي. يعني قصدي حضرتك تطمني خالص ان البتنجان لما هيقعد في الفريزر مش هيجرى له حاجه. بس عايزه اقول لحضرتك العلبه اللي تطلعيها من الفريزر تاخدي منها وتقفليها وتحطيها في التلاجة لحد ما تخلص، تطلعي علبه غيرها. بالشكل ده بيبقى البتنجان بتاعنا المخلل اللي بيقعد سنه خلص. اتمنى من حضراتكم اللي يعجبوا الفيديو ينزل تحت الفيديو يعمل لنا شير ولايك ويشترك في قناتنا ويكتب لنا كومنت كده يشجعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.